بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ اذا كنت اول مره تزوريني يا ريت ما تنسنيش باللايك. يا ريت يا جماعه ما تنسوش اللايك. دايما بتبخلوا عليا باللايك والاشتراك في القناه. تدوسي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو. واذا كنت مشتركه يا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ناس كتير بيقولوا ما الفيديوهات اللي بتنزليها مش بتوصلنا. لاني لازم تفعلي الجرس على طول. اول ما تفعلي الجرس بيوصلك اشعار باللي انا بنزله كل يوم. هنا النهارده باذن الله هنعمل عيش البالون. بجد عيش هيعجبكم خالص، جميل وطعمه تحفه يا جماعه، تحفه تحفه. هيعجب الاولاد ان شاء الله. وسميناه عيش البالون لان اول ما بنحطه في الزيت بيتنفخ على طول زي البالونه. ونوع العيش ده جميل جدا ومفيد ومغذي، لاني انا بعجنه باللبن بس ما بضيفش اي ميه، ولا ما بحطش ميه خالص، بيتعجن باللبن بس. العيش ده مغذي جدا ومفيد. احسن بكتير من الفينو. طبعا احنا كتير مننا بنستسهل وبنستخدم الفينو في الصبح لسندوتشات الاولاد. بجد يا جماعه يا ريت تقللوا خالص الفينو للاطفال. الفينو بيسبب السمنه، سمنة جامدة للأطفال، وغير كده بيحطوا فيه مادة رافعة. جزء صغير من العجينة بتعمل الرغيف الفينو اللي احنا بنشوفه. فده مضر بالأطفال كتر استخدامه. فياريت نعمل المعجنات دي في البيت. ممكن الفينو ده نعمله في البيت، أو نعمل أي نوع عيش في البيت. أو ممكن نعجن عجينة عادية ونحشيها ونحطها في الفرن. زي الباتيه بالظبط، بيكون تحفة خالص وجميل وسهل عليكي. بدل ما تحشيه كل يوم، تطلعيه من الفريزر الصبح على طول بيطرى وبيكون جميل جدا. يا ريت نبعد من الفينو. ونوع عيش البالون ده او بينفع خالص في الفطار او للسندوتشات او للعشاء. يتحشي اي نوع جبنة، جميل وطعم خالص. هتجربوه ان شاء الله يعجبكم. وسهل وبسيط جدا، مكوناته بسيطة. هنشوف المكونات دلوقتي مع بعض، وشايفين شكله سهل وبسيط جدا وما بياخدش وقت معانا. وده شكله بعد ما بقطع العيش البالون. اي حد ممكن يعمله، مش صعب خالص وبسيط وما بياخدش وقت خالص. غير كده بيخمر مرة واحدة بس. هنا المكونات معانا: كوباية لبن، ولو عايزة تزودي ضعف المقادير اللي احنا بنقولها. وكوباية اللبن والدقيق اللي هنحطه دي بيعمل كمية حلوة خالص، تكفي العشاء، الفطار، لسندوتشات، تكفي، والزيت كمان. هنا بحط معلقة خميرة. ممكن تحط، انا حتى الخميره العاديه، ممكن تحطي الخميره الفوريه. هنا معلقه سكر. بندوب المكونات دي كويس مع بعض، اللي هي كوبايه اللبن ومعلقه السكر ومعلقه الخميره، معلقه كبيره خميره عشان ما ياخدش وقت معانا. وخصوصا احنا في الشتاء بيطول العجين لغايه ما بيخمر. بندوب المكونات كويس خالص. عايزه تعملي كميه اكبر من كده، زودي المقادير دي. بعد كده بحط بنفس معيار كوباية اللبن، بحط كوباية دقيق. وبعد كده بنحط كوباية تاني. هنجرب لغاية ما العجين يمسك معانا. انا هنا حطيت 3 كوبايات الا ربع دقيق. فعلى كوباية اللبن 3 كوبايات الا ربع. على كوباية اللبن حطيت كوباية تاني على الدقيق. حطيت معلش حطيت كوباية دقيق تاني. يعني كده حطيت كوبايتين دقيق. وهنا رشة ملح صغيرة. هنقلب المكونات مع بعض ونشوف هتحتاج دقيق تاني ولا لا. انا حطيت كوبايتين دقيق بس، هتحتاج تاني هحط كوباية الا ربع. بعد كده لسه العجينة طرية خالص مش هتنفع، هنحط كوباية الا ربع دقيق. كده خدت 3 كوبايات الا ربع دقيق مع على كوباية اللبن. هنا ما حطيناش مية خالص. بجد عيش مغذي جدا وطعمه تحفة، جربوه هيعجبكم. وهنا حطيت معلقة كبيرة خل. اهم حاجة تحطي معلقة او تحطي خل في المعجنات. الخل بيفرق جامد يا جماعة في المعجنات، بيخليه هش جدا وجميل. كده بقلب المكونات كويس، وبعد كده ابتدي اعجنها بايدي. شكل الكمية صغيرة بس بجد بتعمل كمية حلوة خالص.
شايفين العجينة بنعجن فيها لغاية ما تدخل كويس العجينة ببعضيها. بتكون ماسكة نفسها كده، ما تكونش بتلزق. انا هنا حطيت معلقة خميرة كبيرة عشان الجو برد وبياخد وقت في الخمور بتاعه. هحاول ادخل العجينة كويس خالص في بعض. حاولي تدي كل العجينة حقها عشان تكون النتيجة حلوة. بعد كده اهو شايفين العجينة كويسة خالص ومش بتلزق معانا. هسيبها لغاية ما تخمر. طبعا مش هحدد الوقت اللي هتخمر فيه لان الدنيا برد بتطول شوية. اهو شكلها بعد ما خمرت العجينة جميلة خالص وهشة وجميلة. هنحاول نلمها ونطلع الهواء منها وهنقسمها على جزئين. جميلة بجد العجينة وريحتها تحفة عشان اللبن اللي فيها. بناخد الجزء كده وبكون محضرة طبق فيه لبن وطبق فيه سمسم. الجزء ده التاني بنسيبه لغاية ما اخلص الجزء الاولاني اللي اخدته. بجيب طبق فيه سمسم اهو، وطبق فيه شوية لبن. بحط العجينة على اللبن بالشكل ده، وبعد كده بنزلها على السمسم. السمسم بيمسك كويس خالص في العجينة. والناحية التانية بحط بقلب العجينة الناحية التانية من غير ما احط اللبن. شايفين شكلها مسك السمسم من ناحيتين. بعد كده بفرد العجينة كويس، نفردها بالنشابة. عيش سهل جدا وجميل والنتيجة تحفة، هتعجبكم خالص. هنا بفرد العجينة بس مش بنفردها للاخر، بنخلي فيها سمك حوالي سنتي سنتي ونص كده، مش بتكون مفرودة للاخر. هنا مش بتلزق عشان السمسم واللبن بيعمل طبقة عازلة كده، وبنعرف نفرد العجينة كويس. كده فردنا العجينة. هنحاول نظبطها كويس. بس مش بنفردها للاخر. شايفين السمك بتاعها. بعد كده بقطعها. بحاول اخلي الاجزاء والمربعات قد بعض. ممكن تسويهم على بعض كده وتحاولي تسويهم وتخليهم قد بعض. هنا وسعت مني شوية، فانا هعملها بالراحة كده واحاول اخليهم مربعات قد بعض. ممكن ما تخليهمش مربعات، على حسب الشكل اللي انت عايزاه. ممكن تخليها دواير، ممكن تخليها مثلثات، براحتك خالص. انا العجينة دي ما كانتش مظبوطة معايا، فلفتها وعجنتها من الاول وقطعها وخليتها دايرة، فكانت شكلها جميل خالص. كده الكمية الباقية هقطعها مكعبات او مربعات. قطعتها مربعات كده، بحاول اسوي المربعات قد بعض. دي هلمها كده وافردها دايرة. بجد كان شكلها حلو، يعني لو خليتيها نفس الشكل ده بجد جميل. بعد كده بحطه على الصينية كده عشان ناخدها على الطاسة ونقليها على الطاسة. بعد كده هبتدي في الكمية التانية اللي انا سبتها ترتاح، بعملها بنفس الطريقة. شايفين الجزء الاولاني من العجينة عامل كمية حلوة، وهتشوفوا شكله دلوقتي اول ما نحطه في الزيت. بجد شكله جميل خالص. بعد كده هبتدي في الكمية التانية من العجينة والجزء التاني نفس الحكاية، بحطه باللبن وبعد كده بحطه في السمسم. السمسم بيمسك على طول ما بيطلعش. شايفين بوزع السمسم كده كويس. خدت كمية السمسم كلها. العيش ده ممكن تعمليه الصبح، ممكن في اي وقت لانه سريع ما بياخدش وقت خالص معانا، وبيخلي طعم الحشو جميل خالص. هنا لزقت معايا فحطيت شوية دهنتها بشوية زيت النشابة وسمك العجينة بعد ما قطعتها. بعد كده هنبتدي الكمية التانية. شايفين الكمية اللي عملتها العجينة؟ عملنا حوالي كوباية
عملنا كوبايه لبن و3 كوبايات الا ربع دقيق. عملت كميه حلوه خالص. وهنا جبت الطاسه وحطيت فيها زيت وهبتدي اقلي اهو. بس اهم حاجه ان الزيت ما يكونش سخن جامد عشان ما تتحرقش معانا. وبعد كده بوطي النار عشان تنفخ معايا على طول. شايفين اول واحده حطيناها اتنفخت ازاي؟ زي البالونه بالظبط. بس حاولي ما يكونش النار عاليه عشان ما تتحرقش. اهو شايفين بيقعد مشوار صغير ويبتدي يتنفخ معانا. بسيط جدا. احنا كده بنخمر العجينة دي مرة واحدة بعد ما نعجنها. بس بعد ما نقطعها مش بنخمرها مرة تانية. احنا بنحط في الزيت على طول. شايفين اتنفخ ازاي؟ زي البالونة بالظبط. ما بيطولش معانا خالص. بقلبه مرتين كده عشان النفخة تزيد اكتر. شكله جميل جدا وتحفة. ممكن تكبري العيش اكبر من كده لو حابة، على حسب ما انتي عاوزة. كله كده اتنفخ معانا. اخليه يستوي براحته ويحمر كده، بتدينه اللون الذهبي الجميل. شايفين الشكل؟ حاجة تحفة، حاجة بسم الله ما شاء الله. اهو اللون الذهبي الحلو ده كله زي البالونة. شايفين الشكل؟ وبيقعد بنفس الشكل ده لغاية ما بتحشيه. مش البالونة مش بتنزل لتحت، بتقعد نفس الشكل ده. ولو حابة ممكن تعمليه دواير، تعمليه بأي شكل انت عايزاه، او تكبريه شوية. ابتدى يحمر معايا. شايفين شكله؟ حاجة بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وبيتفتح بكل سهولة. وده شكله بعد ما خلصنا عيش البالونة. شكله جميل خالص. شكله بسم الله ما شاء الله حاجة تفتح النفس. شايفين شكله جميل خالص. ولونه جميل بجد، وكمية حلوة خالص اتعملت من كمية الدقيق القليلة دي. واول ما نفتحه شايفين زي البالونة من جوه، فاضي خالص ويتحشي بكل سهولة. وطري طري جدا وهش. كله بنفس النتيجة، مفيش حاجة ما اتفتحتش. شايفين من جوه كده؟ حتى ريحته وطعمه جميل جدا عشان اتعجن بلبن. بس ما فيهوش اي ميه. كميه حلوه ولون جميل والنتيجه مضمونه جدا وسهل. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. واذا عجبتكم الوصفه ياريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. والى اللقاء في وصفه تانية في رعايه الله.